هاي، ازيكم متابعينا الكرام والأعزاء. لو انتم محبوا متابعة أخبار النجوم، ياريت ما تنسوش دعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس واختيار الكل يصلكم كل جديد، وشاركونا برأيكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات. يحتفلان ويغنيان معا، هكذا كانت أجواء الظهور الأول لتامر حسني مع بسمة بوسيل بعد طلاقهم. بسمة بوسيل وتامر حسني خطف الأنظار اليوم بعد ظهورهم الأول معا لأول مرة بعد الطلاق، وسيطرت أجواء الفرحة والاحتفال على أجواء اللقاء الأول لهما، وهو الأمر الذي أثار اهتمام الجمهور حولهما. وشاركت بسمة بوسيل الجمهور اليوم عدة صور وفيديوهات من حفل عيد ميلاد ابنتهما أمايا على حسابها بالإنستجرام، وكشفت عن الأجواء الاحتفالية الخاصة في حفل عيد ميلاد ابنتها. ولكن المفاجأة الأبرز في حفل عيد الميلاد هي وجود الفنان تامر حسني في حفل عيد الميلاد، وذلك في أول ظهور لتامر حسني مع بسمة بوسيل بعد إعلانهم الطلاق مؤخرا، والأمر الذي أثار اهتمام الجمهور وتفاعله مع ظهور تامر حسني مع بسمة واستمرار علاقتهم الودية رغم الطلاق. وحضرت أسرة تامر حسني وبسمة بالكامل في حفل عيد ميلاد أمايا تامر حسني، وكذلك عدد من أصدقائهم من الأطفال. ونشرت بسمة عدة فيديوهات وثقت بها لحظات الاحتفال الخاصة، حيث جهزت حفل خاص لابنتها مليء بالألعاب والأجواء الاحتفالية مع قالب حلوى كبير. وظهر الجميع وهم يحتفلون ويمرحون داخل الحديقة، وأبدى الجمهور إعجابه بالأجواء الإيجابية والمبهجة في حفل عيد الميلاد. وحرص عائلة تامر حسني على الاجتماع من أجل الاحتفال بعيد ميلاد أمايا. وتلقى الثنائي تامر حسني وبسمة العديد من الإشادات من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورهما الأول معا بعد الطلاق مؤخرا، وأبدى الجمهور إعجابه بالعلاقة الطيبة التي تجمع الثنائي رغم الانفصال، والذي لم يمنعهما من التواجد معا من أجل دعمهم لابنتهم والاحتفال بعيد ميلادها. وظهر تامر حسني بجانب بسمة وهو يغني لابنته أغنيته الشهيرة كل سنة وانت طيب، بالإضافة إلى التقاط الصور مع زوجته السابقة وأبنائهما في أجواء مبهجة ومليئة بالمظاهر الاحتفالية. وكذلك تلقى تامر حسني الإشادات بسبب حرصه على التواجد في حفل عيد ميلاد ابنته، والذي جاء قبل لحظات من إحدى حفلاته وارتباطه الفنية. واستمرت العلاقة الطيبة والإيجابية بين تامر حسني وبسمة بعد الطلاق مؤخرا، حيث نشرت بسمة بوسيل عدة صور الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها وكذلك عيد ميلادها. وأشارت إلى تامر حسني في الصورة التي نشرتها على حسابها بالإنستجرام، وما أكد للجمهور استمرار علاقاتهم القوية بعد الانفصال، وما جعل البعض أيضا يطالب بعودتهم مرة أخرى، خاصة بسبب استمرار التناغم بينهم، وخاصة بسبب صدمة البعض من قرار انفصالهم الذي تم بشكل مفاجئ في الفترة الأخيرة. ومنذ إعلان انفصال الثنائي الشهير بعد ارتباط دام حوالي 12 عام، قرر كل منهما أن تسود حالة من الود والاحترام المتبادل بينهم، سواء في طريقة إعلان الانفصال أو حتى في تصرفاتهم فيما بعد، حيث كتبت بسمة بوسيل رسالة قصيرة على خاصية الستوري على حسابها بالإنستجرام عن هذا الانفصال المفاجئ لكثير من محبي النجمين. فأوضحت أن علاقتها بطليقها تامر حسني سوف يسيطر عليها الود والاحترام المتبادل كما كان أثناء زواجهم، وتمنت الخير لكل منهما في الفترة المقبلة. وكتبت: وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر حسني، وسيظل بيننا كل ود واحترام، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير، آمين يا رب. أما تامر حسني فحرص كذلك وقت الإعلان عن الطلاق على تأكيده على أن علاقته ببسمة لم تنتهي، وأن الاحترام سيظل مسيطرا على علاقته رغم الانفصال. فكتب عبر انستجرام: وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالتهم، سواء تزوجوا أو لم قدر الله الاستمرار، فانفصلوا بالاتفاق الطيب، وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد، وسيظل بيننا الاحترام والتقدير. عشرة 12 عام مش هينة، ربنا يكتب لكل واحد فينا الخير، وسيظل الأب والأخ والصديق والسند في حفظ الله. وإذا عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوش دعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس واختيار الكل يصلكم كل جديد، وشاركونا برأيكم واقتراحاتكم في خانة